ما حصل في قيفة رداع حنكة آل مسعود والدولة؟ سأشرح لكم القصة بشفافية. حصلت مشكلة قبل 4 سنوات وحصل قتل من الطرفين. جاءت واسطة وطلبوا 5 أشخاص مطلوبين والتزموا بأنهم يأخذوا أقوالهم، ولما تنطفي الفتنة يتم إطلاق سراحهم. ما قصروا أهل المنطقة، سلموهم في وجيه الواسطة والدولة على أن يتم إطلاق سراحهم بعد ذلك. مرت السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ولم يتم إطلاق سراحهم، بالرغم من أن أوامر إطلاقهم جاهزة. طالبوا أهلهم الدولة والواسطة يوفوا بوعودهم ولم يجدوا من يقوم على وجهه، لا دولة ولا قبيلة. بعد ذلك حصلت اشتباكات بسبب هذه المطالب وتم استهداف طقوم الدولة مرتين. الآن الواسطة يطالبون بمطلوبين جدد يسلموهم بسبب المشكلة الأخيرة، وتناسوا تماما القصة السابقة المسببة للمشكلة، فرفضوا يسلموهم لسببين. السبب الأول إن ما عادش ثقة في الدولة والواسطة، كيف يسلموا لهم مطلوبين جدد والأولين عادهم حانبين. ثانيا سبب المشكلة الحالية هي المطلوبين السابقين، وهؤلاء تم تجاهل قضيتهم تماما. هذه الأسباب مع الأسف لم يذكرها أحد أو ينصفهم بها. هذه هي الحقيقة التي ما حد يريد أن يذكرها. ثانيا رداع فيها ظلم وبلطجة وتصرفات همجية، حتى حكومة صنعاء عارف بها، ونحن لنا سنوات بنتكلم عن هذه الأمور، ولكن يا فصيح لمن تصيح. بعدها حدث ما حدث.